يا ترى إزاي وثيقة عمرها أكتر من 100 سنة لسه بتحدد سياسة دولة كبيرة ومحورية النهاردة؟ في تحليل النهاردة هنرجع بالزمن سوا لنهاية الإمبراطورية العثمانية ونشوف إزاي وثيقة واحدة بس قدرت تغير خريطة المنطقة كلها ورسمت المبادئ الأساسية للسياسة الخارجية المصرية تجاه قضية مركزية زي دي. طيب رحلتنا دي متقسمة إزاي؟ عندنا 4 محطات رئيسية. هنبدأ الأول بنهاية عصر وبداية عصر جديد خالص. بعدها هندخل في تفاصيل وثيقة الانتداب نفسها، الوثيقة اللي كانت نقطة تحول. وبعدين هنشوف إيه هي الجذور والتداعيات اللي حصلت بسببها ولسه مكملة معانا. وفي الآخر هنربط كل ده ونشوف إزاي بيصب فيه ثوابت السياسة المصرية السبعة. يلا بينا نبدأ بالجزء الأول، نهاية عصر وبداية جديدة. هنا احنا بنتكلم عن لحظة تاريخية فارقة بكل المقاييس، انهيار امبراطورية فضلت تحكم المنطقة حوالي 400 سنة. عشان نفهم حجم التغيير لازم نرجع ونشوف الصورة كانت عاملة إزاي. مركز الزيتونة للدراسات بيوضح إنه لقرون طويلة كان في ولاء عميق من الناس للدولة العثمانية، والمؤرخ عارف العارف لخص الحالة دي كويس قوي لما قال كان الناس مخلصين في شعورهم نحو الدولة والسلطان وكانوا على أتم الاستعداد للكفاح. والحقيقة اللي يخلي الواحد يقف ويفكر هو سرعة انهيار الواقع ده. كيان استمر قرون طويلة انهار تماما في حوالي 10 سنين بس. القصة بدأت سنة 1908 مع ثورة تركيا الفتاة وسياسات التتريك اللي عملت احتكاك. بعدها دخلنا في دوامة الحرب العالمية الأولى اللي قسمت الولاءات، وبعدها الثورة العربية الكبرى اللي دعمتها بريطانيا، وفي النهاية سنة 1918 انهارت الإمبراطورية بالكامل ودخلت القوات البريطانية فلسطين. ودلوقتي ندخل على الجزء الثاني، الانتداب، وثيقة محورية. من قلب الفوضى دي اتولد واقع جديد، واقع اتشكل بشكل أساسي بسبب وثيقة واحدة حاسمة طلعت من عصبة الأمم. طيب قبل ما ندخل في تفاصيلها خلينا الأول نفهم المصطلح نفسه. يعني إيه انتداب أصلاً؟ ببساطة شديدة دي كانت أداة قانونية جديدة وقتها عملتها عصبة الأمم بتدي دولة قوية زي بريطانيا سيطرة إدارية على إقليم معين. الهدف اللي كان معلن يعني نظرياً هو إنها تساعد الإقليم ده عشان يوصل للاستقلال. وهنا بقى بتيجي العقدة كلها، التناقض الأساسي اللي كان في قلب وثيقة الانتداب على فلسطين. الوثيقة نفسها كان ليها هدفين كتير شافوا إنهم عكس بعض تماماً. الأول تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، والتاني حماية الحقوق المدنية والدينية للمجتمعات غير اليهودية اللي عايشة هناك بالفعل. ولو بصينا على البنود نفسها هنلاقي إنها بترسم خريطة طريق واضحة جدا. المادة 2 مثلا كلفت بريطانيا بشكل مباشر إنها تهيئ الظروف لتأمين الوطن القومي اليهودي. المادة 4 اعترفت بكيان اسمه الوكالة اليهودية كمستشار رسمي للإدارة البريطانية. والمادة 6 ودي يمكن من أهم المواد طلبت من الإدارة تسهيل الهجرة اليهودية وتوطينهم على الأراضي. كل تفصيلة، حتى أن المادة 22 أقرت العبرية كلغة رسمية جنب العربي والإنجليزي، كانت خطوة محسوبة في بناء الواقع الجديد ده. الجزء الثالث، الجذور والتداعيات. طيب ده كان الكلام اللي على الورق. ايه اللي حصل بقى على أرض الواقع وازاي ده أثر على كل السنين اللي جت بعد كده؟ في تحليل مهم جدا للفترة دي قدمه الكاتب الفلسطيني إيميل توما في كتابه المشهور جذور القضية الفلسطينية اللي اتنشر سنة 1973. توما في كتابه تتبع الخيوط التاريخية عشان يوضح إزاي السياسات دي بالذات أدت بشكل مباشر للصراع اللي شفناه بعدها. وجهة نظر توما كانت واضحة، سياسات الانتداب ومعاها وعد بلفور كانوا هم المحرك الأساسي للأحداث اللي انتهت في الآخر بقيام دولة إسرائيل سنة 48. هو لخص الفكرة دي في جملة قوية جدا قال فيها: لم تكن إقامة الدولة اليهودية عملا إنسانيا وعادلا بل ضرورة سياسية في الذهن البريطاني. يعني الخلاصة هنا حسب التحليل ده إن اللي حصل في فترة الانتداب مش مجرد حدث تاريخي وخلص، لأ، دي كانت الشرارة الأولى، نقطة البداية المباشرة للي اتعرف بعد كده باسم القضية الفلسطينية، واللي تداعياتها لسه بنشوفها لحد النهاردة. وكل ده بقى بيوصلنا للنقطة الأهم يمكن في تحليلنا، إزاي التاريخ المعقد ده كله شكل موقف ثابت وواضح لدولة محورية في المنطقة زي مصر. رقم 7. إيه قصة الرقم ده؟ حسب تقرير لموقع اليوم السابع، الرقم ده بيمثل حاجة مهمة قوي، بيمثل السبع ركائز أو السبع ثوابت اللي سياسة مصر فضلت ماشية عليها لعقود طويلة في تعاملها مع القضية الفلسطينية. ال7 ثوابت دول لو ركزنا فيهم هنلاقيهم كأنهم رد فعل مباشر على كل التاريخ اللي اتكلمنا فيه. الثوابت دي هي: أولاً دعم قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. ثانياً الرفض القاطع لأي محاولة تهجير قسري للفلسطينيين. ثالثاً دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وعلى رأسها طبعاً حق العودة. رابعاً رفض أي مشروع بيهدف لتصفية القضية.
خامساً، دعم الوحدة الفلسطينية وإنهاء الانقسام الداخلي. سادساً، رفض أي محاولة لتغيير هوية القدس. وسابعاً، وده يمكن الأهم من وجهة نظر المصرية، إن استقرار فلسطين هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. وهنا لازم نقف شوية، لأن الموضوع مش مجرد كلام دبلوماسي. القيادة المصرية بكل مستوياتها من أول رئيس الجمهورية لحد أعضاء البرلمان بتكرر دايماً إن دي مش مجرد سياسة، دي مسألة أمن قومي. فكرة تهجير الفلسطينيين لسيناء تحديداً بتتوصف دايماً وبشكل حاسم بإنها خط أحمر، لأنها في الرؤية المصرية تهديد مباشر للأمن القومي، وفي نفس الوقت تعتبر تصفية عملية للقضية. وهنا الدايرة بتتقفل. بنشوف إزاي أحداث حصلت من أكتر من قرن حطت القواعد لثوابت سياسية لسه عايشة وقوية لحد النهاردة. الموقف ده بيتوصف بأنه حجر الزاوية في السياسة الخارجية المصرية من سنة 1948، وهو مبني على إيمان راسخ بأن الوصول لحل عادل هو المفتاح الوحيد لتحقيق سلام حقيقي في المنطقة. وده في الآخر بيخلينا نسأل سؤال مهم: إزاي مجرد كلمات على ورق اتكتبت في غرف مغلقة بعيد عننا بآلاف الكيلومترات ومن أكتر من 100 سنة لسه ليها القدرة دي كلها إنها تشكل واقعنا وتحدد أهم القرارات في منطقتنا النهاردة؟ سؤال يستحق التفكير.